امتى اول مرة لاحظتي انك معجبة فيني؟ امتى انعجبت فيك؟ ما بعرف. بصراحة انا كنت حاسس بهالشي، بس كنت ناطر لتجي انت بالاول وتعترفي من حالك. بشو حسيت؟ بكل شي، يعني كنت شايف كل شي، انك عم تطلعي علي من بعيد ودائما عم تراقبيني بدون ما احس، وشي بترسمي قلوب حب انت وعم تطلعي فيني. انا رسمت لك قلوب حب؟ ايه، حتى انت قلتي هالشي كمان، قلتيه بالرسالة، يعني انك معجبة فيني كتير. طيب بدك تعرفي امتى اول مرة لاحظت فيها عليكي هالشي؟ من اول مرة شفتك قلت لحالي هي البنت اللي بحلم فيها، وهي اللي رح اتزوجها، وهي اللي رح جيب منها اولاد ورح تصير ام اولادي. بنيت كل هاي الاحلام بيني وبين حالي. الزواج؟ وولاد؟ شو عم تقول انت تولقى؟ عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد، ليش لا؟ برأيي ممكن هذا الشيء، ليش لا يعني؟ اساسا ما ضل قدامنا كثير، لسه في عنا فصل واحد وبعدين بنفوت على الجامعة، وبعد ما نتخرج من الجامعة بروح بحكي مع ابوكي وبنعمل الخطبة، شو رأيك؟ لا لا، شو هالحكي هاد؟ ليش كل هالسرعة؟ مستحيل. استغفر الله. شبك؟ ليش عم تضحك هيك؟ لانه كلامك بضحك، انا عم بضحك على هذا الشيء. عرفتي ليش اميرة ياسمين؟ عرفتي؟ ليش كذبتي هي الكذبة الكبيرة على رفقاتنا؟ قولي لي شو؟ كيف يعني؟ كثير مبين علي اني واحد غبي وما بفهم يعني؟ مفكرة ما بعرف انه الرسالة لدروب؟ وبعدها كذبتي على الكل وعملتي حالك انك بتحبيني مشان تنقذي حالك؟ بس انا ماني زعلان منك، لاني بفهمك منيح. انا كمان كنت حب ابك من قبل، وكنت متأكد مثل اسمي انها معجبة فيني كمان. ولما كنت بدي روح صارحة رجعت هي وبيرك يحبوا بعض. يعني اللي بدي اياكي تفهميه، هذا التصرف كتير غبي. آسيا ودروك بيحبوا بعضهم كتير يا ياسمين، وانتي لازم تتقبلي هالشي، لأنه علاقتهم رح تكون طويلة ورح تستمر كتير. فهمتي علي مو؟ يعني عم تقلي ما اعمل نفس غلطك، مو هيك؟ ايه تماما، لأنك إذا عملتي نفس هذا الغلط فرح تزعلي كتير. حتى الزعل لحاله ما رح يكفي، رح ينكسر قلبك كمان. طيب ابك ما عرفت ابدا؟ يعني ما عرفت انك معجب فيها؟ ما عرفت وما رح تعرف، لأنه ما ضل أي شيء مثل الأول. ما ضل عندي أي مشاعر تجاهها، كلها مرقت وراحت. طيب مشان الله فهمني شو هالكلام يلي كنت عم تقلي اياه قبل شوي؟ انا عم راقبك وعم برسم لك قلوب حب على دفاتري وبدنا نعمل خطبه وما بعرف شو. كأنك زودتها شوي، مو هيك؟ ليكي يا ياسمين ما رح كذب عليكي، كنت ناوي استمر بالكذبة. لو شفتي تعابير وشك والدهشة اللي صابتك وكنتي عملتي مثلي. انت عن جد غليظ كتير تولقى، والله غليظ. والله ايه مو معقول، وتقيل دم كمان. يعني ايه، لسه في عندي شوية حركات غليظة من الماضي ما فيني استغني عنهم ابدا. بتعرف انت شاب كتير منيح وشهم كمان، وغير هيك انت فكاهي، ما لاحظت هالشي بالصف. شكرا. صح انا قضيت فترة صعبة كتير ياسمين، لهيك لما عم تقولي لي اني شاب منيح وفكاهي وشهم ماني ملاحظ على حالي اني هيك. طيب شو رح تقول بالمدرسة؟ كيف يعني؟ يعني اكيد رح يسألوك عنها، مو على اساس انا معجبة فيك وانت عندك مشاعر تجاهي كمان؟ الكل بيعرف بهالشي. عندي حل اذا كنتي موافقة عليه فرح نعمله. منقول انه التقينا وقعدنا حكينا وشفنا انه هالموضوع مو ظابط بيناتنا. مع العلم انت بعد ما شفتيني برا ما بظن انه رح يخطر لهم مجرد احتمال انك مو معجبة فيني. انت كتير معجب بحالك سيد تولغا، هيك لكان. عفوا. عفوا. لا بس عم دلل حالي شوي، وانت كمان مدحيني بكلمتين شبه. ايه طبعا حقك، طبعا. عمو الله يوفقك، اشتري مني وردة وعطيها لهالبنت الحلوة. صح هي أحلى من هالورد بكتير، بس اشتري.
يعني كنت اشتريت هالورد الحلو للبنت الحلوة، بس المشكلة انه انا لحظة لحظة، خدي هي لشوف واعطيني هي. يسلموا ايديكي، يلا باي. انا برأيي اذا حدا اليوم لازم يجيب هدية فانا يلي لازم اهديك. تهديني وردة. ايه، وبعدين كمان شكرا لانك انقذتني من هالوضع الصعب يا صديقي الجديد. شكرا لك. ماشي صديقتي الجديدة، قبلت الشكر منك، وشكرا إليك مع الوردة. وإذا بشي يوم كمان وقعتي بمثل هيك موقف فيك تتحججي فيني، ما عندي مشكلة أبدا. الله يسامحك. يلا شو قاعدين عم نعمل؟ جينا على الشط، قومي خلينا نمشي، يلا. يلا.